السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عالم السرعة في ملك ما بيتنازعش، ألا وهو الفهد، أسرع حيوان بري على وجه الأرض. وعمرك سألت نفسك في يوم من الأيام إزاي المخلوق ده بيتحرك بالسرعة الخارقة دي؟ مخلوق بيتحدى قوانين الفيزياء تقريبا عشان يوصل لسرعات ما تتخيلهاش. إيه هو السر المستخبي في تصميم جسمه الفريد؟ خليكم معانا، هناخدكم في رحلة مثيرة لكشف أسرار سرعة الفهد الصاروخية. بس قبل ما نبدأ منسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم فيديوهاتنا أول بأول. يلا نبتدي. الفهد عضو فريد ومميز في فصيلة السنوريات، بيعيش بشكل أساسي في سهول وغابات السافانا في أفريقيا، مع وجود مجموعة صغيرة مهددة بالانقراض في إيران. بيتميز الفهد بجسمه النحيل والطويل وفروته اللي باللون الأصفر الفاتح المنقط ببقع سودا، ومن أبرز علاماته خطوط الدموع السودا اللي بتمتد من زاوية كل عين لحد جانبي فمه. وهو حيوان مفترس بيعتمد بشكل أساسي على سرعته الخيالية عشان يصطاد فريسه، زي الغزلان والظباء الصغيرة والأرانب البرية، وعلى عكس معظم القطط الكبيرة. الفهد حيوان نهاري بينشط غالبا في الصباح الباكر أو في وقت متأخر في الظهر. سرعة الفهد بقى مش مجرد عامل واحد وبس، ده هي نتيجة لتطور مذهل لمجموعة متكاملة من التكيفات الجسدية والفسيولوجية اللي بتشتغل مع بعض بتناغم مثالي. ممكن تقول مثلا إن تصميم جسم الفهد كله متكامل هندسيا بشكل طبيعي عشان يحقق هدف واحد، وهو السرعة القصوى والانطلاق الخاطف، مع مزيج فريد من خفة الوزن والقوة والمرونة والكفاءة العالية. العلماء لما لقوا حيوان موصل بالطريقة دي قالك والله ما احنا سايبينه في حاله، لازم نفهم آليات الحركة بتاعته. استخدموا تقنيات متطورة زي الجي بي اس عن طريق أضواق التعقب عشان يتتبعوا مسارات الفهود وسرعتها وتسارعها في البرية أثناء الصيد. واستخدموا كمان كاميرات الفيديو عالية السرعة عشان يحللوا حركة الأطراف والجسم والعمود الفقري بدقة عالية أثناء الركض. ومش بس كده، ده حللوا القوة والميكانيكا الحيوية عشان يفهموا ازاي بيولد الفهد القوة وازاي بيوزعها عشان يحقق أقصى دفع بأقل مجهود. اكتشفوا من الدراسات إن الفهد ما بيقتصرش تميزه على السرعات القصوى بس، ده اللي ممكن توصل لحوالي 112 كيلو متر في الساعة في انطلاقات قصيرة. يعني بيعرف يوصل من 0 ل 96 كيلو في الساعة في حوالي 3 ثواني بس، انت متخيل؟ والتباطؤ ومنورته لحد أثناء مطاردة فريسته. طيب ايه بقى اللي بيخليه ينطلق بالسرعات العالية دي؟ خلينا نشوف. كل جزء في جسم الفهد مصمم عشان يخدم سرعته. إذا كان بقى عموده الفقري اللي بيتميز بمرونة فائقة عامل زي الزنبرك، يتقوس وينفرد بشكل كبير مع كل خطوة عشان يزيد من طول الخطوة بشكل هايل اللي بتصل ل7 أمتار. والأرجل الطويلة والنحيلة اللي بتقلل من الوزن وبتسمح له بخطوات واسعة جدا. كمان عضلاته القوية خصوصا في الأربعة الخلفية اللي بتوفر له قوة دفع هائلة للانطلاق. نيجي بقى على مخالبه اللي شبه قابلة للسحب. على عكس القطط الأخرى، مخالب الفهد مش بتنكمش بالكامل، دي بتبقى بارزة سيكة عشان تشتغل زي مسامير الأحذية الرياضية، ده اللي بيخليه يوفر له ثبات وتمسك استثنائي بالأرض حتى عند السرعات العالية والانعطافات الحادة. نخش بقى على ديله الطويل اللي شغال زي دفة توازن حيوية عشان يساعد الفهد إنه يحافظ على توازنه وتغيير اتجاهه بسرعة أثناء المطاردة. راسه الصغير جسمه الانسيابي بيقلله من مقاومة الهواء، وقفص الصدر الكبير والرئتين والقلب حجمهم كبير بيسمحوا له باستيعاب كميات ضخمة من الأكسجين وضخ الدم بكفاءة فائقة للعضلات أثناء المجهود البدني الهائل. كمان الممرات الأنفية الواسعة اللي بتديله تدفق الهواء بكميات كبيرة عشان يرتفع امتصاص الأكسجين، كل ده بيساعده على زيادة سرعته. كده يبقى الفهد مش مجرد قط سريع، ده أعجوبة هندسية طبيعية نتاج ملايين السنين من التطور الدقيق، مزيج مذهل من القوة والمرونة والكفاءة اللي بتخليه العداء الأسرع على كوكبنا. بس السرعة دي بتيجي بتمن، أو زي ما المثل بيقول الحلو ما بيكملش. فالفهد بيبذل طاقة هايلة في كل مطاردة وغالبا بيحتاج يرتاح بعدها. ده تذكير رائع بقدرته الطبيعية على الإبداع ورمز للسرعة والقوة والرشاقة. خلونا نحافظ على المخلوق المذهل ونحمي بيئته عشان نضمن بقاء ملك السرعة للأجيال الجاية. وبس كده، أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام. لو عندك أي سؤال عن عالم الحيوانات المدهش اسأل وأنا أجاوب عليه. سلام.